تعالوا يا جماعة كده نبدأ الشرح مع بعضنا، بس قبل ما نبدأ الشرح تعالوا هوريكم حاجة عشان نعملها قبل وبعد. تعالوا كده يا جماعة نشوف هنبعت الفيديو ازاي. تعالوا كده يا جماعة بصوا، هتلاقي من فوق اتش دي مش معمول علامة صح. ده أول معانا أول خيار. طبعا يا جماعة هنعمل الشرح دلوقتي وبعد كده هتتفاعل معانا تلقائيا. يلا بينا على الشرح يا جماعة. هناجي هنا يا جماعة، بعد كده ندوس على الثلاث نقط اللي من فوق. تمام، بعد كده هناجي على كلمة الإعدادات. بعد كده هننزل تحت، هنلاقي التخزين والبيانات، هندوس عليها. هاجي جودة تحميل الوسائط. تمام، هندوس عليها. هيظهر معانا خيارين. أول خيار بيقول لك جودة قاسية، بيرسل الصورة أسرع. تمام، وحجم الملف بيبقى صغير. تاني خيار بيبقى معانا جودة عالية الدقة، بيرسل أبطأ، بس يمكن أن يكون حجم أكبر 6 أضعاف، يعني بيكون الملف نفسه كبير 6 أضعاف من الصغير. تعال هندوس على الخيار التاني احنا يا جماعة، وندوس على حفظ. تعالوا كده يا جماعة نجرب اللي عملناه. اهو بصوا كده يا جماعة، هتلاحظوا معانا العلامة ال HD عملت معانا علامة صح. هنجي نبعته زي كده مثلا. تمام، هيظهر معانا بكل تلقائيا HD. ويا رب يكون الشرح عجبكم، ويا ريت ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. مع السلامة حبايب قلبي، سلام.